ولي امر، فلو انت بتعمل الفعل ده فانت بترتكب في حق ابنك جريمة لا تغتفر. يا ترى ايه هو الفعل؟ تعالى اقول. انت تروح للمدرس، وده كان بيحصل معاه شخصيا، كان بيجيلي اولياء امور يقولوا لي ابني او بنتي ايه، اعمل فيها اللي انت عايزه، اضربها، كسر عظمها، المهم ان هي تفهم. الكلام ده ما ينفعش، لان انت كده سلمت ابنك تسليم اهالي للمدرس، ففي الرايحة وفي الجاية هيفضل يلطش فيه. ليه ما ينفعش؟ لانه ابنك كده بيتعلم ان هو يبقى جبان، بيتعلم ما يبقاش عنده ثقة في نفسه، ما بيعرفش يعبر عن حاجة، يفتري على اللي اضعف منه لما يكبر. كل الكلام ده ما ينفعش. طب انت في غنى عن كل الكلام ده، صاحب ابنك او صاحب بنتك وخليك شاطر في الكلام ده، وخليه هو يجي يحكي لك كل حاجة بتحصل في المدرسة. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتتابعني، لاني بنزل فيديوهات من دي كتيرة جدا تخليك فاهم انت ازاي تتعامل مع ابنك. وكمان بنزل مراجعات لكل المراحل الدراسية من اول رابعة ابتدائي لغاية تالتة ثانوي. كان معاك مستر محمد صلاح. ما تنساش تشترك في القناة لو عجبك الفيديو. سلام.